ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي رواية للبخاري: والذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. انظروا يا عباد الله إلى هذا الرب الكريم ينهى عبده المؤمن أن يقتل نفسه ويخبره أنه رحيم به. فلماذا يتعجل المؤمن الموت؟ لماذا يقنط من رحمة ربه؟ لماذا يفزع مما ألم به من آلام وهموم وهو يعلم أن له ربا رؤوفا رحيما أرحم به من الأم بولدها؟ فهلا وضع همومه بين يديه ورفع مشاكله وحاجاته إليه. لقد عقب الله تعالى على النهي عن قتل النفس بأنه كان بكم رحيما، يعني أن المؤمن إذا ضاقت به الأمور وتكاثرت عليه الخطوب وضاقت نفسه بما فيها عليه أن يتذكر رحمة الله فتذهب همومه وتزول خطوبه وينجاب اليأس والقنوط عن نفسه. هذا إذا كان مؤمنا ذاكرا لله مقدرا له حق قدره. فإن لم يكن كذلك وغلبه اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأوهنه القنوط قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه بذلك
قد فقد الإيمان وظن بالله ظن السوء، فبذلك استحق أن يتوعده الله هذا الوعيد الشديد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إنه هارب من عذاب الدنيا الذي سوف ينتهي قريبا بالعافية أو بالموت، فيقع في العذاب الذي لا ينتهي كما جاء في الحديث. ولماذا هذه العقوبة كلها أيها الإخوة؟ نعم، إن هذه الجريمة البشعة العظيمة ليست لها ما يسوغها كسائر الجرائم، جرائم القتل والظلم وأكل أموال الناس، فتلك الجرائم لها دوافع كثيرة، لكن قتل النفس ليس له إلا القنوط من رحمة الله واليأس من روحه وسوء الظن به، وكل ذلك ليس من أخلاق المؤمنين ولا من شيمهم، ولذلك استحق تلك العقوبة القاسية الشديدة. عباد الله، إن أهم أسباب الانتحار هو ضعف الإيمان ووجود اليأس والقنوط وسوء الظن بالله، وسبب هذه الأشياء هي معصية الله والبعد عنه. وتأتي في رأس قائمة المعاصي التي تسبب الانتحار الخمور والمخدرات، ذلك لأنها تصيب متعاطيها بالكآبة، وهي مظهر من مظاهر اليأس والقنوط، كما أن متعاطيها يرتقي حتى يصبح مدمنا. ومعنى ذلك أنه لا يقدر على التخلي عنها بأي صورة من الصور، ويستخدم للحصول عليها كل ممكن، ولو كان العرض أو ضرب الوالدين أو احتراف الإجرام. وإذا أعيت الحيل كلها مع وجود الكآبة لم يبقى أمامه إلا الانتحار. ويأتي بعد المخدرات والمسكرات الفاحشة، أي الزنا واللواط. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا ظهرت الفاحشة في قوم فشى فيهم الموت. صحيح الجامع. فالموت يفشو بالأمراض الفتاكة والغريبة كالإيدز وغيره، ويفشو بالقتال بين الناس بسبب ذلك، فهلا توقينا ذلك؟ والوقاية خير من العلاج. هل عملنا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهلا عملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لقد قص الله علينا قصص الأولين، قال معقبا عليها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال بعد أن ذكر ما حصل اليهود بني نضير من ذل وهوان وإخراج من المدينة مع ترك الأموال فيها للمؤمنين وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، علينا أن نعتبر مما جرى، وأن نخاف على أنفسنا وأهلينا من ذلك المصير المشؤوم. على العاقل أن يفكر كيف لو دخل غرفة ابنه فوجده معلقا بالسقف يتدلى جثة هامدة، ما موقف وحال الأم إذا أخبرها بذلك؟ وكيف لو دخل فوجده أو وجدها فحمة محترقة، أو دخل والنار تشتعل فيه، لا مكان لإنقاذه ولا أمل في تخليصه؟ من يتحمل هذه المواقف؟ كيف يغفل حتى يكون هذا المصير؟ أما فكر في هذا الطفل وحرص على سعادته في الدنيا والآخرة؟ إن كان كذلك، فلم تركه يصحب الأشرار ويقارف المعاصي ويحترف الفاحشة؟ عباد الله، لقد بحت حلوق الواعظين ويبست ألسنة المذكرين، وهم يحذرون وينذرون من عواقب المعاصي وأضرارها، ولكن لا سميع ولا مجيب، وكأن لسان حال كثير من الناس يقول: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. عباد الله، إن أبناءكم أمانة في أعناقكم، وسيقف كل منكم غدا بين يدي الله مسؤول عن هذه الأمانة. وفي زمن الانفتاح الرقمي والعزلة النفسية تشتد الحاجة إلى القرب من الأبناء ومراقبة أحوالهم قبل فوات الأوان. راقبوا التغيرات المفاجئة عليهم، انتبهوا لعلامات الانعزال الطويل أو فقدان الشهية، فخلف الصمت أحيانا صرخات استغاثة لا تسمع. لا تكن علاقتكم بأبنائكم قائمة على الأوامر والزجر فقط، بل اجعلوا من أنفسكم ملاذا لهم إذا ضاقت بهم الدنيا، ليشعر الابن أن مشكلته لها حل بينكم وليست نهاية العالم. راقبوا ما يشاهدون. إن الفضاء الرقمي
يضج بمجموعات وأفكار تزين الموت وتهون من شأن الانتحار، فكونوا قريبين من شاشاتهم بعين الرعاية لا بعين التخوين. علموهم أن الابتلاء جزء من الحياة، وأن اللجوء لله هو القوة، واغرسوا في نفوسهم أن المصاعب تحل بالصبر والمواجهة لا بالهروب والانسحاب. إن احتواء الابن في لحظة ضعف قد يكون هو الفارق بين الحياة والموت، فاتقوا الله في ذراريكم وكونوا لهم حصنا منيعا من فتن الدنيا وسوداوية الأفكار. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم اعصم دماءهم وأرواحهم، واشرح صدورهم ويسر أمورهم، وجنبهم شياطين الإنس والجن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.